السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أبنائي طلبة أولى ثانوي. عايزين نعرف الفرق ما بين البكالوريا ونظام الثانوية العامة العادي بتاعنا. أولا، نظام البكالوريا والثانوية العامة في أولى ثانوي في الصف الأول الثانوي ما فيش أي فرق ما بين النظامين. المواد الدراسية زي في النظام الثانوية العامة العادي هو في البكالوريا، إلا إن بس مادة التربية الدينية في البكالوريا والثانوية العامة أصبحت نسبة النجاح فيها 70%، ولكن بقية المواد كلها سواء المواد الأساسية أو المواد الغير مضافة للمجموع هي ما فيش فرق في أولى ثانوي خالص، فمش هنطول في الكلام فيها، ولكن يبدأ الاختلاف من أول تانية ثانوي. في نظام البكالوريا بيدرس الطالب في تانية ثانوي 3 مواد أساسية مع مادة تخصص. 3 مواد أساسية يعني هيدرس عربي، تاريخ، إنجليزي اللي هو اللغة الأجنبية الأولى بالنسبة له. وفي عندي مادة تخصص. إيه بقى موضوع مادة التخصص ده؟ عندي 4 مسارات. إيه هي ال4 مسارات؟ الطب وعلوم الحياة ده أول مسار. هيدرس في الطب وعلوم الحياة ممكن يختار الطالب إما رياضيات أو فيزياء. طيب المسار الثاني الهندسة وعلوم الحاسب، بيختار الطالب فيها يا إما كيمياء أو برمجة. طب في الأعمال يختار الطالب إما محاسبة أو إدارة أعمال، حاجة واحدة ما بينهم. الآداب والفنون بيختار الطالب إما علم نفس أو لغة أجنبية تانية. في نظام الثانوية العامة عندنا بقى حاجتين في تانية ثانوي. تانية ثانوي عادي خالص، شعبة العلمي وشعبة الأدبي. طبعا شعبة العلمي بيدرس فيها الطالب عربي، إنجليزي، رياضيات، كيمياء، فيزياء، بس مش هياخد أحياء بقى، لا هياخد تاريخ. يعني التاريخ هيبقى موجود في شعبة العلمي وشعبة الأدبي. شعبة الأدبي هيدرس عربي وإنجليزي ورياضة عامة وتاريخ وجغرافيا وعلم نفس واجتماع. طبعا المواد الغير مضافة للمجموع تربية دينية وأصبح النجاح فيها 70%، وتربية وطنية ولغة أجنبية تانية. هنعرف بقى دلوقتي نظام الثانوية العامة تانية ثانوي سنة نقل عادي زي أولى ثانوي، ده في النظام بتاع الثانوية العامة العادي بالنسبة لنا. وتانية ثانوي غير مضافة للمجموع. أما في نظام البكالوريا تانية ثانوي هتبقى مضافة للمجموع في المواد الأساسية فقط. أي نظام البكالوريا هيبقى تانية ثانوي وتالتة ثانوي سنتين، بس في السنتين أنا بدرس 6 مواد، 4 في تانية و2 في تالتة بس. في نظام البكالوريا بقى تالتة ثانوي عبارة عن إيه؟ لو أخدنا الطب وعلوم الحياة هيدرس الطالب فيها أحياء وكيمياء، بس طبعا مستوى متقدم، يعني المادة العلمية بتبقى أعلى شوية. الهندسة وعلوم الحاسب بيدرس فيها الطالب رياضيات وفيزياء، وبيبقى برضو مستوى متقدم. الأعمال بيدرس الطالب اقتصاد ورياضيات، بتبقى الرياضيات غير متقدم، مستوى عادي. آداب وفنون بيدرس الطالب فيها جغرافيا مستوى رفيع طبعا مستوى متقدم، وإحصاء، مع مراعاة إن مادة التربية الدينية بتبقى غير مضافة للمجموع، ولكن نسبة النجاح فيها أصبحت 70%. في نظام الثانوية العامة العادي بتاعنا بقى اللي هو سنة ثالثة بيبقى علمي علوم أو علم رياضة أو أدبي. علم العلوم بيدرس إيه؟ بيدرس عربي، إنجليزي، أحياء، كيمياء، فيزياء. أما شعبة العلم الرياضة بيدرس عربي، إنجليزي، رياضيات، كيمياء وفيزياء. الأدبي بيدرس عربي، إنجليزي، تاريخ، جغرافيا وإحصاء، 5 مواد. المواد الغير مضافة للمجموع في نظام الثانوية العادي اللي هو التربية الدينية، الدين، والتربية الوطنية واللغة الأجنبية التانية. لا يجوز التحويل من نظام إلى آخر، يعني اخترت ثانوية عامة، نظام ثانوية عامة ما ينفعش أحول إلى البكالوريا والعكس.
عدد المواد يا جماعة في الصفين التاني والتالت في نظام البكالوريا 6 على سنتين، 4 في تانية. وهم ايه الاربع مواد؟ عربي، انجليزي، تاريخ، ومادة تخصصية زي ما احنا قلنا من شوية. وفي تالتة ثانوي بقى اللي هو في نظام البكالوريا هيدرس مادتين بس. تمام، مادتين التخصص، والدين بيبقى غير مضاف للمجموع، ولكن نسبة النجاح فيه بيبقى 70%. يعني في نظام الثانوية العامة بيدرس الطالب 5 مواد داخلين في المجموع في سنة واحدة. أما في البكالوريا بيدرس الطالب 6 مواد في سنتين داخلين في المجموع، وكل مادة لها فرص امتحانية متعددة للتحسين. يعني لو أنا عايز أدخل المادة أكثر من مرة ينفع وأحسن، طبعا، يبقى ده في نظام البكالوريا، ودي ميزة كويسة قوي. أما في نظام الثانوية العامة هي فرصة امتحان واحدة بس، وهناك دور تاني يأخذ فيه الطالب نصف الدرجة. ملاحظة هامة جدا: قواعد القبول في الجامعات ثابتة لكل النظامين، الثانوية العامة والبكالوريا. الخلاصة بقى: البكالوريا بيدرس الطالب 6 مواد على سنتين، 4 في تانية و2 في تالتة. أما نظام الثانوية العامة بيدرس الطالب 5 مواد في سنة تالتة بس. واحد يقول لي طيب أيهما أفضل؟ هما في كلا الحالتين بيرجع للطالب. لو أنا عايز سنة واحدة بس وتبقى 5 مواد وأشد حيلي فيهم، يبقى أختار ثانوية عامة عادية خالص. عايز أخد سنتين ثانوية عامة، السنة الأولانية 4 مواد، وفي سنة تالتة هيبقى مادتين بس، يبقى أنا قسمت الثانوية هنا على سنتين. فلك حرية الاختيار، شوف اللي يناسبك، وربنا يوفقكم. وألقاكم على خير في الفيديو اللي جاي، برضه هحاول أي جديد أوضحه لكم إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.